محمد هذه من هون من هون نعم. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. على نية إن شاء الله الشفاء وقضاء الحوائج وتفريج الهموم إلى حضرة النبي الفاتحة. يطلع 20 إن شاء الله. قد كفاني عن مربي. Surat 23. صلى على سيدنا محمد. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله اغفر ذنوبي واجعل الجنة حلالي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله الله يا مولانا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله الله يا مولانا فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله الله يا مولانا فاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله الله يا مولانا وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. فتدركني بلطفي منك يا مولى الموالي. لا إله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا مولانا يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا مولانا يهزم العسر ويأتي بالذي نرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا مولانا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا مولانا لم أزل بالباب واقف فرحمن ربي وقوفي حاجة في النفس يا رب تقضيها يا خير قاضي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا أنا وأريح سري وقلبي من لظايا والشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا مولانا فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري فكفاني علم ربي من سؤالي واختياري لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله 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 يا مولانا يا أرحم الراحمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل العسير اذا شئت سهلا. احييكم بتحية الاسلام واقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم سيكون حول سؤال واحد وإجابة عليه. فهل أنتم مستعدون لهذا السؤال؟ لا، هزة الرأس ليست موافقة. الموافقة تأتي بالكلام، أليس كذلك؟ نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekhuna memulakan dengan mengucapkan doa kelapangan dada dan usaha-usaha kita dan dipermudahkan segala yang sukar, dan tidak adalah yang menjadikan yang mudah itu melainkan daripada Allah Subhanahu. Tidaklah menjadikan sukar itu mudah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah perbahasan kita pada hari ini adalah berkisar daripada satu persoalan dengan satu jawapan. Dan Syekhuna bertanya, adakah kita bersedia untuk mendengarkan soalan ini? Jadi saya tanya tadi pasal semua diam. Itu saya kata kalau setuju tu mesti ada suara yang menjawab. Jadi kalau diam ni bimbang tak setuju. ما الجواب؟ نعم. نعم. السؤال: هذا العالم نحن الذي نعيش عليه ما يسمى الكرة الأرضية، هذه الأرض نعيش عليه، كم تساوي في مملكة الله عز وجل الذي لا تحصى ولا تعد؟ هذا السؤال. كم تساوي؟ هذه الأرض، هذه النقطة التي نعيش نحن فيها، كم تساوي أمام ملكوت الله الذي لا يعد ولا يحصى ولا يدرك؟ نعم. Jadi soalan yang Syekh ingin tanyakan kepada kita hari ini, bumi yang saat ini kita diami, bagaimanakah nilainya di sisi di hadapan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui tidak ternilai maupun tidak terhitung? إن قسنا في القياس العقلي والمادي لا شيء، هباء، نقطة في بحر ملكوت لا يحد ولا يحصى. وعلى أي أساس تقول أنا؟ فإذا مملكتك اللي عايش عليها لا تساوي جناح بعوضة كما جاء في النص، فلماذا تقول أنا؟ وأنت لا شيء أمام عدد من يعيش على هذا النقطة اللي هي الكوكب الأرضي. نعم. Jadi Syekhuna menyebutkan bahawasanya kehidupan kita, bumi yang kita diami saat ini tidak sampai kepada satu titis pun di hadapan keluasan kerajaan Allah Subhanahu wa taala ataupun samudera lautannya yang cukup luas. Jadi di saat kita mengerti hal ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyifatkan nilai dunia ini adalah sebesar seberat sebelah sayap nyamuk saja. Maka kalau kita mengetahui ini, maka mengapakah kita masih lagi mendakwa aku? Maknanya aku yang memiliki, aku yang lebih pandai, aku yang lebih bijak dan sebagainya. ممكن يريحك سيدي، يعني الله يبارك فيك، وجودك بركة. هذا الوجود كله ما برز إلا من الموجود على الحقيقة، وأما ما عدا وجوده الحقيقي كله صور وأوهام في علم الله، لأن هو الفاعل لكل شيء. فلماذا تنشغل بالمخلوق عن صاحب الوجود؟ Saya mengatakan hakikat kewujudan ini tidak ada sebenarnya yang keluar di alam wujud ini yang betul-betul hakikat, yang hakiki, tetapi yang berlaku ialah
perbuatan-perbuatan Allah yang Allah ciptakan merupakan surah, satu gambaran sahaja kepada kekuasaan dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. والله لما خاطب الوجود المطلق بما ندريه وما لا ندريه وما نستوعبه وما لا نستوعبه وبما نعرفه وما لا نعرفه، سأل هذا السؤال بنص قرآنه وكتابه: ألست بربكم؟ قالوا بلى. هل هذا الخاص فقط للإنسان؟ لكل ذرات الوجود. Allah Ta'ala ini disebut sebagai wujud yang mutlak, wujud yang merangkumi segala hakikat-hakikat, sama ada kita tahu, kita tak tahu. Semua kewujudan ini merujuk kepada wujud mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam roh yang Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" itu Allah sebenarnya tuju kepada semua, walaupun kepada roh manusia, tapi hakikatnya Allah tuju hakikat ketuhanan Allah itu kepada zarrah, semua zarrah kewujudan. في علم العقيدة يطلق على حضرة الحق صفة لا تطلق على غيره أبدا. واجب الوجود، وجوده الواجب، وما عداه جائز، والجائز قبل بالأصل أن يكون معدوما وهناك من أوجده، ومن يوجد يعدم. فإذا أنت معدوم، ولماذا تتكلف وتتكلم وتتفلسف على واجب الوجود؟ Jadi dalam ilmu akidah, apabila kita belajar, yang bersifat dengan sifat yang sebenar ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain itu tidak disebut sebagai sifat yang hakiki. Yang lain yang bersifat dengan wajibul wujud, yang secara akalnya wajib wujud ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain disebut sebagai jaiz, boleh ada boleh tidak ada. Yang mana jaiz ini asalnya ma'dum, benda yang tak ada. Jadi kenapa kita yang asalnya memang tak ada kemudian diadakan dan boleh ditiadakan pun, kita bersikap meninggi ataupun bersikap berfalsafah memandai-mandai kepada Allah SWT yang bersifat wajibul wujud. وأيد هذه الحقيقة الثابتة الفعلية من فعله إقام حجة على كل مخلوقاته بما نعلم وبما لا نعلم بالرسل، إقامة الحجة على التكليف الإلهي إلينا، لا نحن أن نكلف الإله ونطلب منه، هو الذي يكلفنا ويطلب منا، لأن هو الخالق ولسنا نحن الخالق. Jadi kemudian Allah SWT menzahirkan perbuatannya kepada kita dengan apa yang kita lakukan dan sebagainya. Tapi Allah SWT mengutuskan para rasul sebagai ada hikmah untuk iqamatil hujjah, untuk mendirikan hujjah ke atas kita. Lalu berlangsunglah taklif, pertanggungjawaban syarak yang Allah tentukan ke atas kita. Bukan kita yang memberi taklif, menuntut ataupun memberi tuntutan dan pertanggungjawaban ke atas Allah untuk buat itu dan buat ini. فإذا ما هي صفة المخلوق الذي أحدثته القوة الخالقة سبحانه وتعالى؟ ما هي الصفة؟ صفة واحدة لا غيرها: سمعنا وأطعنا. وما عدا ذلك تمرد وكفر وخروج، وبعد ذلك البلاء الذي لا يعد ولا يحصى. Jadi dalam kita memahami sifat makhluk ini ialah tempat menerima pertanggungjawaban tadi. Maka kita satu saja sifat makhluk, kata Syekh, sami'na wa ata'na, kita dengar dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu tamarrud, maknanya satu sifat penderhakaan dan kekufuran. بأي صفة أنت تقول لماذا وليش؟ من أنت حتى تقول ذلك؟ فهل عقل يا غافل؟ Jadi atas justifikasi apa kita ini sebagai makhluk tadi boleh menimbulkan persoalan pertikaian kepada Allah. Kenapa Allah buat begitu dan begini? Dan atas dasar apa kita ini sebagai hamba
boleh melakukan demikian. إذا إنسان لم يقم بواجبه العملي إن كان في شركة أو مدرسة أو مؤسسة أو دولة، ماذا يكون المقابل؟ إعطاء هدايا له ومدد، أم طرد ولعن وإقصاء من عمله؟ Kalau satu orang itu tidak melakukan apa yang diperintahkan, tidak taat kepada apa yang disuruh dalam satu muasasah, satu organisasi atau apa, adakah kita beri dia satu penghargaan ataupun kita halau dia ataupun usir dia, beri dia denda dan sebagainya? جاء الجواب من الله إلينا بنص القرآن. اسمع يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا هدية أم ابتلاء وعذاب وبلاء؟ فافهم. Dalam Al-Quran sudah memberi jawapan ketika Allah menyebut siapa yang berpaling daripada ingatanku, maka baginya kehidupan yang sangat sempit, sangat tidak tenteram. Ini adakah satu penghargaan ataupun satu hukuman terhadap ketidakbertanggungjawaban itu? السؤال ومن أعرض عن ذكري يعني نذكر الله بلساننا، هذا المقصود من الآية؟ أبدا لا لا لا. ومن أعرض عن العمل بذكري بما أنزلته إليك من أمر ونهي. هذا تقدير الكلام. ما مفهوم الطاعة؟ العمل بمقتضى ما يأتيك الخطاب من صاحب الخطاب. Dalam ayat berpaling daripada ingatan itu bukan semata-mata sebutan zikir, tetapi ialah bagaimana taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan taat itu ialah melakukan apa yang diperintahkan pada ketika diperintahkan itu untuk dilakukan. ما قيمة ذكر المحبوب باللسان ومعصيته بالفعل؟ Jadi apakah nilai zikir dengan lisan tetapi tindakan itu menyalahi zikir, iaitu maksiat. مخالفته بالأمر والنهي والسبحان تعالى طول 1000 درهم. Jadi bersalahan kita melakukan perbuatan yang Allah perintahkan ataupun larang, walaupun tasbihnya itu panjang ribu-ribu. أصل الذكر محبوبك بلسانك أم بحضوره في قلبك؟ هذا السؤال. Kerana asal ingat kekasih atau apa Allah SWT itu dengan hati ataupun dengan lisan ataupun dengan tindakan. ما مفهوم حضور المحبوب معك؟ حضور اسمه بس أم حضور ذاتيته وأزليته وسرمديته وكل صفاته الباقية؟ Jadi apakah ingatan kepada kekasih itu hanya sebatas lisan ataupun dengan segala kehadiran hati kita, segala kehadiran tindakan kita selama-lama yang kita selama-lamanya. لذلك لو غاب عني رسول الله ما عذبت نفسي من المسلمين، فكيف إن غابت الحضرة الإلهية عن قلبك؟ أنت مسلم والعياذ بالله؟ حاشا. Kalau orang itu tidak hadir Rasulullah SAW sahaja dalam kehidupannya, tidak merasa sebagai seorang Muslim, bagaimana tidak hadir hadrah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya? فأصل الإسلام والمحبة الاتباع، والاتباع تقتضي الطاعة والرضا والتسليم حتى في المصائب والامتحانات والابتلاءات. Dalam kecintaan itu membawa kepada ittiba'. Ittiba' itu adalah ketaatan dan ketundukan dan keredaan dan penyerahan kepada apa sahaja yang berlaku, adanya sabar dan serahkan apa yang Allah tentukan kepada kita. حقيقة التوحيد ما هي؟ جملة واحدة لا غير على الإطلاق. Jadi hakikat tauhid itu satu saja, bukan banyak. أسأل حقيقة التوحيد أن تكون على مراد ربك أم ربك على مرادك؟ فاسأل نفسك.
hakikat tauhid itu kamu ingin mengikut kehendak Allah ataupun kamu ingin Allah mengikut kehendak kamu? Tanya diri kamu sendiri. ما الجواب؟ Apakah jawapan itu? ها؟ ها؟ طب ليه مستحية؟ بدك الميكروفون قدي. على مراد الله. أسألكم بالله هل صادقين بما نقوله الآن؟ هل نحن على مراد الله؟ دعونا نستغفر ربنا ونتوب إلى الله. Jadi kalau kita mengatakan kita ikut kehendak Allah, adakah benar-benar itu tindakan kita ataupun menyalahi pengakuan kita tadi? Maka kita sama-sama mengucap minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. ماذا جاء بالأثر؟ من أراد مرادي أردت له ما يريد ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد فيا أيها الغافل استيقظ. Jadi dalam asar disebutkan siapa yang inginkan buat keinginan Allah, maka Allah SWT juga inginkan keinginan dia. Tapi siapa yang meninggalkan sesuatu yang dia inginkan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan lebih daripada apa yang disanggup tinggalkan. في قانون العسكرية عندكم ما أول قانون في مفهوم العسكرية؟ الطاعة المطلقة أم لا؟ للأمر. Dalam kaedah ketenteraan, dia punya kaedah yang paling awal, bukankah ketaatan mutlak kepada kepimpinan? أم في مناقشة مع الرئيس ومن المسؤول ليش ولماذا؟ Ataupun ada boleh kita nak bincang-bincang, nak persoalkan ketua. طيب مخلوق مثلك بتطيعه ولو على خطأ لأنه مسؤول عليه. أما أمر ربك الحق تعد أن تجيره على هواك وهوائك يا غافل. Sesama makhluk pun kena taat walaupun orang itu salah, kerana dia yang akan bertanggungjawab nanti dalam ketenteraan. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan tidak akan buat kesalahan sama sekali. Kamu itu bersikap berlebihan ataupun bersifat tidak adab dengan Allah Subhanahu wa taala. لماذا خطبك الله بصفة ماذا؟ العبودية، فقال لك عبدي. ما معنى مفهوم العبودية؟ عبدي صفة لا تستلزم إلا الطاعة المطلقة لمن يناديك وهو سيدك. لا رأي لك مع سيدك على الإطلاق. هذا مفهوم العبودية. Jika Allah memanggil kita abdi, hambaku, dan disembahkan kepada kita, kepada Allah secara kehambaan, maka apa makna abdi itu? Ia satu ketundukan mutlak, tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi sebarang tidak persetujuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tuan kepada hamba tersebut. ما هي عين العبودية إلا صدق المحبة. صدق المحبة هي عين العبودية، الرضا بما يأتيك من محبوبك ولو حرقا في نار جهنم. Kemudian makna kehambaan itu adalah kejujuran cinta itu, makna penyerahan mutlak kepada kekasih, apapun keinginan dia, walaupun ke neraka jahanam sekalipun, itu penyerahan mutlak tanpa bangkangan kepada kekasih. عيسى عليه السلام تآمروا لصلبه لم يقل يا رب لماذا، ولكن الله نجاه، امتحن وضرب وأهين. موسى عليه السلام كريم الله أهين من قومه ومن فرعون وابتلي. إبراهيم أبو الأنبياء والرسل ألقي في النار ولم يقل لماذا وما اعترض، وتابع أمر الله عز وجل ونهي الله. ويأتيه جبريل من 7 سماء يسأله سل ربك، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. اللي اتأدب بدي اسأل ربي اللي حطتني بهالبلاء. العبد عبد والرب رب. فهل عقل؟ نعم. Kehambaan ini ada terzahir kepada para nabi dan rasul. Nabi Isa AS
sampai ingin disalib dan dicederakan, tapi Allah selamatkan akhirnya. Nabi Musa AS mendapat tekanan daripada Fir'aun dan dikeluarkan, melari, kemudian selamatkan diri daripada Fir'aun. Kemudian Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalam api tanpa mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa meminta tolong kepada Jibril. Ini semua contoh-contoh seorang hamba yang kita perlu ambil pelajaran agar kita tidak dalam hidup ini mempertikaikan, mempersoalkan Allah dalam segala ketentuan yang Allah letakkan walaupun tidak berpihak kepada kita. ما هي مفهوم صدق المحبة؟ الكلام الجميل ولا انصياع القلب لمراد محبوبك؟ Adakah cinta ini semata-mata kalam yang indah, bicara yang indah, ataupun benar-benar kita ini tunduk mutlak, menyerah diri sepenuhnya dalam kecintaan kita kepada kekasih. لذلك لو قطعوني بالسيف 1000 قطعة لن أترك لفظ محبوبي. Walaupun kata Syekh, seorang pencinta itu mengatakan kalau dipotong-potong 1000 bahagian tubuhku ini, tidak akan aku tinggalkan menyebut kekasihku. بلال الحبشي عليه الرضوان يجلد وهو عبد وهم يضربوه وهو يقول أحد 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 أحد، أي محبوبي واحد لا يتعدد. تفهم؟ Sayyidina Bilal bin Rabah itu ketika diseksa dengan sebatan dan sebagainya, masih tidak meninggalkan ucapan kekasih yang sejati itu ahadun ahad, kekasihku hanya satu, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak meninggalkan ucapan tersebut. فإذا عين العبودية ألا يغيب قلبك عن محبوبك، ومن انشغل بمحبوبه لن ينشغل بالخلق على الإطلاق، لأن المشغول لا يشغل. Jika orang yang ada kesetiaan cinta pada hatinya kepada Allah, dia akan sibuk dengan ingatannya kepada Allah. Dan orang yang sibuk dengan Allah tidak akan sibuk dengan makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala. الله ماذا سمى هذه الحياة التي نعيشها نحن؟ لم يسموها نعيم، سماها فتنة. ما معنى الفتنة؟ امتحان، ولا قبول إلا بعد امتحان. نعم. Jadi Allah tidak namakan kehidupan kita ni suatu tempat naim, tempat kenikmatan, tetapi dinamakan sebagai fitnah, iaitu imtihan. Dunia ini tempat ujian. Setelah itu adanya qabul dan penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik ujian tersebut. لذلك لغة المحبة لغة خلق وأدب وعطاء، لا انتظار نتيجة من الغير بأن يعطي أو لا يعطي، وإلا هذا تكون مصلحة وليست محبة. Bahasa kekasih dan bahasa cinta itu ialah akhlak, adab dan pemberian, kesanggupan kita untuk memberi. Tak payah tunggu orang lain beri dulu baru kita nak memberi, tapi kita yang memulakan pemberian itu. الأنبياء والرسل كلهم والصالحين والأولياء هل عبدوا الله طامعين بعطاء منه أم برضاء منه؟ هذا السؤال. Para rasul dan para awliya, adakah mereka itu beribadah menyembah Allah kerana pemberian Allah, ataupun kerana kecintaan mereka dan harapan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala? هل هناك نبي أو رسول أو صالح سأل ربه إن أعطيتني فعلت كذا وإن لم تعطيني لن أفعل كذا؟ Adakah dari kalangan para rasul, nabi ataupun para orang-orang saleh yang berkata kepada Allah, kalau engkau bagi baru aku bagi, buat. Kalau engkau tak bagi maka aku tak buat.
فإذا لغة السؤال لغة أهل الغفلة، وأما المطمئن بمحبوبه لغته التسليم، وأهمها الرضا، وهي عين العبودية لله عز وجل. ليس العبودية بكثرة سجود ولا ركوع، بل برضا القلب عن المحبوب. فافهم. Bahasa meminta-minta ataupun mengharapkan sesuatu di sebalik perbuatan ini maslahat. Tapi bahasa cinta itu terus memberi dan melakukan dengan cinta dan mengharapkan benar-benar redha Allah SWT dan redha dia kepada ketentuan Allah SWT. ولذلك أهل المحبة لهم لغة واحدة، ألا يروا النواقص والنقائص في الغير، إنما يروها بأنفسهم، لأن الله سائلهم عن أعمالهم غير سائلهم عن أعمال غيرهم. Kesan daripada mahabbah itu akan terzahir pada perilaku kita yang sentiasa tidak menisbahkan kekurangan kepada orang lain, tapi menisbahkan kekurangan itu kepada diri sendiri kerana menjadi pertanggungjawaban dirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. سؤال بسيط ومقارنة لنعرف مفهوم الكلام اللي عم نقوله. بلال الحبشي ماذا يعني أمام سيدنا أبو بكر الصديق؟ أين مقام أبو بكر الصديق في قريش ابن قريش وبلال الحبشي العبد الذي يباع ويشرى؟ Jadi kita boleh melihat perbandingan antara yang berlaku Sayyidina Bilal daripada Habsyah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merupakan orang Quraisy yang pemimpin Quraisy besar dengan hamba yang boleh dijual beli tadi. هل كان سيدنا أبو بكر فقير معدوم محتاج أم غني في قريش ومن كبار قريش؟ Adakah Sayyidina Abu Bakar ni orang biasa-biasa, dia orang yang kekurangan harta, ataupun memang orang-orang hebat, orang banyak harta, orang yang merupakan di kalangan pembesar-pembesar Quraisy? ولذلك مكانته في قريش منعت قريش تؤذيه مع أنها أذت النبي عليه الصلاة والسلام. Dan itu kebesaran Sayyidina Abu Bakar ini sampai mereka tidak mampu untuk menyakiti Sayyidina Abu Bakar walaupun mereka ini ada masanya menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. انظروا إلى مقام إنسان في مكة من كبار يأتي أمام عبد مصلوب يباع ويشرى اسمه بلال ويزايد صاحبه بأموال طائلة لكي يعتق بلال من العذاب. ما الذي حمل أبي بكر ليأتي من أجل عبد حبشي ليس له قيمة اشترى بدراهم معدودة؟ Jadi Sayyidina Bilal itu Sayyidina Abu Bakar datang dan membayar dengan harga yang lebih untuk memerdekakan Sayyidina Bilal. Dan apakah sebab seorang yang pemuka pembesar Quraisy ini boleh memerdekakan seorang hamba yang nilainya dijual dan dibeli? أبو جهل تعب في عذاب بلال ولم يثني بلال عن توحيد ربه، وجاء أبو بكر يقول له اعتق بلال وخذ ثمنه وأنا أدفع، فأخذ يساوم ويزايد وطلب أضعاف ما اشترى، وقبل أبو بكر. ليه؟ كرامة لإنسان موحد لربه سبحانه وتعالى. هل أبو بكر اشترى بلال وأعتقه أم اشتراه وأخذ يخدمه إله؟ فافهم يا من تتكلم بالتوحيد. Sayyidina Bilal itu dibeli balik oleh Sayyidina Abu Bakar dengan harga yang berganda-ganda untuk dimerdekakan, dan itu adalah nilai Sayyidina Bilal yang merupakan seorang muwahhid, orang yang bertauhid. Dan Sayyidina Abu Bakar beli dengan harga yang berganda-ganda tadi, bukan dijadikan hamba kepada dirinya, tetapi dimerdekakan Bilal tersebut. فإذا وحمزة الذي قتل حمزة
حبشي الذي قتل حمزة أعتقه رسول الله في فتح مكة ولم يمسه لأن نطق بالتوحيد. Pembunuh Sayyidina Hamzah juga seorang Habsyi, seorang hamba juga, jual dibeli. Tetapi setelah Fathu Mekah, Nabi SAW melepaskan hamba itu dan memerdekakan kerana kalimah tauhid yang dia sudah terima, walaupun membunuh orang yang paling antara yang paling disayang. وسلمان الفارسي من فارس نسبه الله إلى بيته فقال سلمان منا أهل البيت. Salman Al-Farisi pula Allah SWT memberi kemuliaan dengan Nabi menisbahkan Salman daripada kalangan ahli bait Nabi SAW. أن تنسب غريب لا قيمة له في المجتمع ربما عبد يباع ويشرى وإلى آخره وتجعله من أهل بيت النبوة بني هاشم من أكبر عائلات قريش. بني هاشم. Maka lapangan hati Nabi SAW yang menjadikan Salman ini di dalam kalangan Quraisy ini masih lagi tidak ada kedudukan yang tinggi, bahkan hamba pun, tetapi dijadikan nisbahnya kepada ahli bait Nabi SAW dari kalangan Bani Hashim yang merupakan antara keluarga terbesar kemuliaannya dalam Quraisy. لذلك هناك قاعدة شرعية تقول من نطق بالشهادة التغت الفروقات في المجتمع. العبد والسيد سيان أمام حكم الله عز وجل. الأمة والعبدة والحرة سيان أمام أمر الله في الإسلام. فافهم. Karena itu kalimah tauhid sudah memecahkan kedudukan-kedudukan ataupun kasta-kasta, status-status dalam masyarakat, sehingga menjadikan semua orang sama sahaja dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa diambil kira status kedudukan mereka dalam masyarakat. في الجاهلية كانوا يتفاخرون بأنسابهم وأعراقهم وقبائلهم. كل يغني بقبيلته وعشيرته. فجاء الإسلام حفظ النص: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لا عرب ولا عجم، كلكم أمام الله سواء. انتهى الموضوع. Jadi kalau agak dalam zaman Quraisy dulu mungkin berlakunya orang-orang yang bermegah dengan kabilah masing-masing dan sebagainya, datang Islam menghapuskan semua itu, tidak ada kelebihan antara bangsa dan sebagainya, melainkan takwa itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. كل ذلك دلالة على ماذا؟ على شيء واحد لا غير. انتبه وإلا أنت واقع في الشرك وأنت لا تدري. Semua itu menunjukkan kita kepada satu perkara yang perlu kita beri perhatian. Jika tidak, kita boleh jatuh ke dalam kesyirikan yang tak kita sedari. إياك أن تشهد في الخلق بآرائك وهواك. وكل تصرفات الخلق إلى الله عز وجل فهو المدبر الخلق ولست أنت. ما من حركة ولا سكون إلا بأمر الله تكون. Maka dengan pandangan tauhid, kita tidak menisbahkan perbuatan-perbuatan buruk kepada kekurangan kepada orang, tapi kita melihat lebih jauh dengan melihat semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada hikmahnya, ada pelajarannya, dan tidak merendah-rendahkan sesiapa dalam pandangan tauhid kita kerana melihat semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. لذلك قال تعالى لنبيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فافهم. Itu Nabi SAW diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan wama rama, tidak kamu melemparkan batu-batu itu ketika kamu melemparkannya, tetapi Allah lah yang melemparkannya. ما معنى هذا الكلام؟ معنى واحد: إياك أن تستسلم للأسباب وتنسى المسبب، فهذا عين الشرك بالله. Kerana itu maksudnya jangan kita hanya bergantung harap kepada asbab tanpa mengambil kira bergantung kita kepada musabib, dan ini merupakan satu perkara yang syirik yang tersembunyi. إذا اعتقدت أن جارك أو أبوك أو أخوك أو عدوك
يضر وينفع وليس الله فصحح إيمانك. ما هؤلاء إلا العوبة بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء. فافهم، إن كان الله يقول لنبيه وما رميت إذ رميت، هو أفضل الخلق على الإطلاق، فإذا تصرفاتنا كلها لها من يديرها. هل هناك سبب دون مسبب؟ في سيارة بتمشي من دون سائق لها؟ كذلك حياتنا. فإذا في الظاهر تصرفات وفي الباطن أقدار إلهية فينا، فانتبه إلى قدر الله فيك. Jadi kita perlu melihat dengan pandangan tauhid kepada apa sahaja yang berlaku, baik kamu ingat jiran ke, ayah ke, ibu ke, siapa sahaja, musuh ke, mereka memberi manfaat ataupun mudarat, itu ialah satu pandangan syirik. Tidak berlaku begitu. Bahkan Nabi SAW saja Allah melepaskan daripada kesan membaling. Jadi apa lagi makhluk yang lain tidak ada memberi kesan. Sebaliknya ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir kehidupan kita. Sebagaimana kereta, kita tidak lihat kereta itu berjalan sendiri. Ada saik, ada pemandu kepada kereta. Kehidupan kita begitu juga, ada mudabbir, ada yang mentadbirkan kehidupan kita itu. إن كان تبسمك في وجه أخيك صدقة فالكلمة الطيبة ماذا؟ عين الطاعة. فافهم. Kalau beri senyuman, wajah yang ceria kepada saudara kita, sesama kita pun sedekah, apalagi bercakap baik kepada mereka, itu lagi suatu ketaatan yang besar. خالق الناس بخلق حسن ولا تخالق الناس بخلق سيء وبقلة أدب قلة احترام. هل تريد إنسان أن يسيء الأدب معه؟ فلماذا تسيء الأدب مع الآخرين؟ فانتبه. Jadi kita pun diperintahkan oleh Nabi SAW berinteraksi kepada manusia dengan akhlak yang baik, dan kita juga ingin orang melakukan akhlak baik kepada kita. Jadi kenapa kita tidak boleh melakukan akhlak yang baik kepada mereka? Kenapa kita tidak menghormati sesama kita kalau ingin kita juga dihormati oleh orang lain? ما عين سعادة القلب رضا الحق عنك، وإلا ستعيش حياتك كلك في اضطراب دائم وقلق، لا الناس عاجبينك ولا أنت عاجب الناس. فانتبه. Rahsia kebahagiaan dan kesenangan dalam hidup itu adalah adanya redha Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka ketika itu hati kita sudah tenteram dan senang dalam kehidupan. لذلك أكثر الأمراض الجسمية ناتجة عن الأمراض السيكولوجية النفسية من علاقات الناس ببعضهم. Kerana itu banyak penyakit-penyakit yang ada pada fizikal kita selalunya daripada sakit psikologi ataupun nafsiyah, emosi kita dalam hubungan kepada sesama kita. لا تفرح، ما فرح إلا بعدها حزن. قل اللهم اختر لي ولا تدعني أختار. افهم. Dan jangan kita selalu bergembira dalam kehidupan dengan keinginan kita, tapi selalu kita kembalikan keinginan itu kepada Allah. Kita mengatakan, ya Allah, pilihlah untuk aku, jangan biarkan aku yang memilih dalam kehidupan ini. لذلك ونحن في أيام فتن ومحن، فعلينا ألا يفتر لساننا وقلبنا عن ذكر الله وشكره والحفاظ من الفتن التي يعيشها عالمنا الإسلامي كله. يكفي بلاء ما وصل إليه المسلمون اليوم، ولا يحميهم سوى الغرق كلنا بلا استثناء في بحر المحبة فيما بيننا. هذا النجاة الوحيدة، وإلا القادم أعظم وأمر. Kita ni hidup di zaman fitnah, cukup-cukuplah kita menyakiti sesama kita dengan lisan dan perbuatan. Kembali kita kepada perkara yang kita boleh menyebabkan kita ini damai, kerana banyaklah musibah berlaku dalam perpecahan sesama kita dengan kemusuhan. Kembali balik kepada tenggelam dalam mahabbah, lautan kecintaan kepada sesama kita. Jika tidak, maka musibah yang akan datang lebih dahsyat dan lebih besar. Dan Nabi يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، فكيف فعل المعروف معه؟
عين العبادة. Nabi SAW memberi satu nilai kecil sahaja, berhadapan dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, itu satu sedekah. Jadi bagaimana perbuatan yang lebih besar, kita membuat ma'ruf kepada orang lain, itu jauh ibadahnya lebih besar pahala. سأسأل سؤال صريح الآن، يغضب من يغضب ويرضى من يرضى. نعم. Saya mengatakan, aku tanya soalan yang lebih berterus terang. Orang nak suka-suka, dia nak marah pun dia boleh marah. لماذا ننسى الإحسان فيما بيننا بسرعة ولا ننسى البغضاء والحسد والاختلاف فيما بيننا بسرعة؟ Jadi kenapa kita ni mudah lupa kebaikan orang kepada kita, sesama kita, tapi cepat bermakna senang betul ingat apa perbuatan buruk orang kepada kita dan menyebabkan kebencian kepada kita. لو قدمت لي هدية بشكرك عليها بعد النهار بنسيها، بس قلت لي كلمة بعد 100 سنة بذكرك فيها أنك أذيتني فيها. Kalau orang bagi hadiah mahal pun mungkin paruh hari dah lupa nilai kebaikan tu. Tapi kalau cakap sikit dia menyinggung kita, itu lama betul kita ingat. معنى ذلك أن المرض مستحكم فينا ونحن لا ندري، مرض الأنانية. أنا penyakit ananiyah, keakuan ini masih bergelumang ataupun masih menyakiti hati kita. لماذا بسرعة وبدون تفكير نحكم على الآخرين بالسلبيات ولا نرضى أحد أن يتكلم عنا بسلبية واحدة؟ Kita ni, kenapa kita mudah dengan sekecil-kecil perkara menilai negatif orang, tapi kita sendiri tak suka orang menilai negatif kepada kita. لذلك من كف لسانه عن الخلق كف الله ألسنة الخلق عنه. فافهم. Sebab itu siapa yang menjaga lidahnya mengata orang lain, Allah akan jaga lidah orang lain daripada mengata kepada dia. قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء نبلا أن يشتغل بعيوب نفسه لا بعيوب غيره. Orang itu, kata Nabi SAW, memadai dia seorang yang cerdik dia bila dia menyibukkan dirinya daripada keaiban orang lain. بطلع من البيت جارتي ماذا لبست وماذا حطت برا وشو مع مين تكلمت، ولا أنظر لنفسي ماذا أتكلم وماذا ألبس وماذا أفعل. Kita keluar rumah saja tengok sibuk, tengok jiran terus apa dia pakai, dengan siapa dia cakap. Tak sibuk tengok diri kita, apa kita buat, apa kita pakai dan sebagainya. إن خالفت أنت الدولة تحاسبك، إلك ما تحاسب غيرك، فلماذا تنشغل بغيرك وكلك عليك مخالفات؟ فافهم. Kalau kita buat salah aja, maknanya kita kena denda, adakah kita perlu melihat kepada diri kita ataupun kita lihat kepada kesalahan orang lain sekali? لذلك قال عليه الصلاة والسلام بنص القرآن حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تعرض عليكم ما من قول ولا لفظ ولا ظن إلا له عرض بين يدي الله يوم القيامة. Karena itu kita ini perlu hitung diri kita sebelum kita dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjaga semua yang kita lakukan berbanding apa yang orang lain lakukan, kerana akhirnya kita sendiri yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dipersoalkan apa yang kita lakukan daripada tindakan kita sendiri. وانظروا إلى البيان الأول من النبي صلى الله عليه وسلم لنا، قال خيركم من يبدأ أخيه بالسلام. ما معنى بالسلام؟ بالمحبة، بالخلق الحسن، مش بالغيمة والنميمة والقيل والقال وطويل وعريض وما شابه ذلك. أين نحن؟ في أي غابة نعيش ونحن لا ندري. Kerana itu awal risalah Nabi SAW mengatakan siapa yang baik di kalangan kalian yang memulakan salam. Maksudnya yang memulakan mahabbah, yang memulakan kecintaan itu bukan orang yang memulakan menyakitkan hati orang lain, bercakap kepada orang lain dan sebagainya. Di mana kita dengan panduan Nabi SAW, seolah-olah kita ni di hutan belantara lain yang tidak ikut kaedah Nabi SAW.
الصحابة جالسين أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بشكل عام خيركم، مش خير غيركم، كلكم يا قاعدين، خيركم من يبدأ أخيه بالسلام. حط إجمال الإفراد أمام الكل. خيرهم من يبدأ أخيه بالسلام، والسلام معناته المحبة. Jadi kalau Nabi SAW berbicara kepada kalian, sahabatlah, dan semua yang di hadapan Nabi SAW, termasuklah kita, risalah ini sebaik-baik kalian, itu ialah yang memulakan salam. Dan salam itu kata Syekh ialah mahabbah. Jadi sikap kita untuk memulakan kasih sayang itu dituntut di dalam agama. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه لا أن يعد معايب غيره. Panjang. Sudah memadai orang itu mencapai kecerdikan apabila dia hanya menghitung segala keaiban dirinya sendiri tanpa membicarakan keaiban orang lain. من الذي يقع بالإفلاس؟ الذي لا يحاسب نفسه كيف ينفق وكيف يأتي. أما من يجعل له أجندة نظام إنفاق ودخل ما بيقع بالإفلاس، فما بالك بإفلاس الأخلاق والعياذ بالله. Orang yang bankrupt itu adalah yang sibuk kepada perkara orang lain, semua kekurangan orang lain dan sebagainya, tapi dia tidak memperhatikan dirinya. Tapi orang yang betul-betul tidak muflis adalah orang yang memperhatikan dirinya, kemudian memperbaiki dirinya dan menyempurnakan dirinya. لو جاء أحد إليك، مثال على سبيل المثال، إليك وقال فلانة تقول كذا وكذا وكذا، فماذا تجيبه؟ أجبه بهذا كما أجاب النبي. لماذا تقول لي؟ اذهب أنت وانصحه. لماذا تقول لي؟ Jadi kalau orang itu datang kepada kita berbicara, orang ini mengadu kepada kita, ada orang cakap begitu begini, Syekh katakan kau sendiri pergi kepada dia dan pergilah sendiri nasihat kepada dia, jangan mengadu-ngadu kepada orang lain. إن كنت حريص على أخيك وأختك والمجتمع المسلم فانصحه مباشرة. لماذا تنقل السلبيات بكلام الناس ولا تنقل الإيجابيات؟ مستحيل حدا يذكر الخير اللي بيفعله آخر أو يقوله آخر، ما نسمع إلا السلبيات. نعم. Kalau kita betul-betul jujur dengan nak kebaikan, kita sendiri baiki orang itu, jangan dipindah-pindahkan sampaikan kepada orang lain. Orangnya nak orang lain yang baiki, kita sendiri yang baiki. Selalu Syekh kata yang sampai kepada orang tentang orang lain ialah tentang keburukan. Jarang betul orang sampaikan kepada kita tentang kebaikan orang lain. ما هي يعني ما هو السبب وما هو العجب في هذا السبب أننا لا ننسى السلبيات بينما نتناسى الإيجابيات في الآخرين. Ini masalah yang menakjubkan dalam diri kita ni, kita tidak mudah melupakan keburukan orang yang sepatutnya itulah yang kita kena buat, lupakan. Tapi kita lebih mudah lupakan kebaikan orang, padahal itulah yang kita selalu perlu kena ingat. ماذا يقول عمر؟ رحم الله امرئ أهدى لعمر عيوبه وهو الخليفة، وليس عيب. ليه؟ لأن من يأتي يقول لك في وجهك حقيقة لا تزعل منه. إيش معنى بتقبل بمدحك وإذا واحد قال لك خطأ تعمل حرب أنت وياه؟ Omar pun dengan kesempurnaannya sebagai seorang khalifah mengatakan Allahumma Allah merahmati orang yang menyampaikan hadiah, maknanya orang yang menghadiahkan dia keaiban dirinya untuk dia ubah. Ini orang bagi tahu kita untuk baiki diri, kita marah-marah. Tapi kalau orang puji kita, betul-betul kita cium tangan dia dan sebagainya. لذلك نحن دعاة إلى الله ذكور وإناث. نحن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يحمل دعوة الله إلى الآخرين مسلمين وغير مسلمين. واضح الكلام؟ فعلينا أن نتخلق بأخلاق النبوة والرسالة والعفو والصفح وعدم التتبع غفلات الناس، بل وعلينا أن نوقظهم من غفلاتهم إلى ذكر ربهم سبحانه وتعالى. Jadi kita ini ada satu
tanggungjawab lelaki ke perempuan untuk membawa risalah Nabi Muhammad SAW kepada orang Islam dan kepada orang bukan Islam, dan kita ada tanggungjawab untuk berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW agar orang lain boleh mendapat manfaat daripada akhlak yang kita lakukan, sama ada mencontohinya dan melaksanakan akhlak tersebut. ما هو أساس الدعوة إلى الله؟ أساس الدعوة إلى الله المحبة فيما تدعو إليه. Bagaimana asas kita mengajak orang kepada Allah dan kebaikan ialah mahabbah kita kepada mad'u ataupun orang yang kita mengajak kepada kebaikan itu. ولا محبة دون أن تذوب في محبوبك سبحانه وتعالى وأدب مع محبوبك سبحانه وتعالى. Dan tidak ada mahabbah selain daripada kita pergi dulu beradab dan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang tertinggi. Barulah akhirnya kita boleh menzahirkan mahabbah kepada sesama kita. انظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو المثال الأكبر لنا: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فمن باب أولى أن نتأدب بأدب النبي مع ربنا سبحانه وتعالى ومع الناس، لأن الخلق من هم خلق الله، فالتأدب معهم تأدب مع الله عز وجل. بقدر ما نتأدب مع الخلق نعلمهم الأدب، ولكن لو نزلنا إلى غفلاتهم لكنا وإياهم سواء في الغفلة عن الله عز وجل. Di dalam perkataan Nabi SAW, Allah mengadabkan aku, lalu dia menyempurnakan adab, takdib, mengadab kepada aku. Nabi SAW itu pun beradab kepada Allah dan kepada manusia. Kita juga mengambil adab yang sama kepada Allah, Rasul dan kepada sesama manusia. Dan kita mengajar mereka beradab dengan cara kita melaksanakan adab terlebih dahulu kepada mereka. المحور كله يا أحباب حول نقطة واحدة سأركز عليها، ما في غير آخر كلمة الآن لي لكم. لماذا قلوبنا وعقولنا لا تستوعب النصيحة الصادقة؟ نغضب منها، ولو جاءت نصيحة مجاملة ودبلوماسية وسياسية ومصلحية ونقوم نرقص لها حتى رأس، للأسف. معناتها نحن في غفلة عن الحقيقة. Ya, ada penyakit dalam hati kita ini kalau orang memberi nasihat yang bersifat berterus terang dengan kelemahan kita, susah kita nak terima. Tapi kalau orang mujamalah, orang kita benda-benda baik aja pasal diri kita, tak menyinggung kita dengan perbuatan yang kita perlu baiki diri, kita sangat menghargai orang itu dari atas kepala sampai kaki dia. وسنضرب مثال بسيط لنرى الفارق. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن صلاة التراويح جماعة، ولكن ليس كل الصحابة كانوا يصلون حول النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي. أول من جمع الناس على صلاة التراويح سيدنا عمر في خلافته الثانية، وماذا قال عنها؟ نعمة البدعة هذه. ما معنى البدعة هنا؟ أنه شيء جديد لم يفعله النبي، يعني إلزام الناس كي لا تصبح قرينة للفرض. هل أحد من الصحابة أنكر عليه وكفره وبدعه وخرجه من الإسلام والملة؟ نحن إذا رفع واحد ما رفع يديه بالصلاة وهي هيئة نقول له صلاتك فاسدة وغير فاسدة. نتكلم عن بجهل بالفقه ونتطاول، لأن أصبح الدين عندنا تقاليد وليس علم للأسف. Jadi dalam kesan kejahilan pada masyarakat, saya mengingatkan zaman dulu ketika tarawih tidak menjadi satu perkara yang dilakukan secara berjamaah, secara beramai-ramai, tetapi dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan sebaik-baik bidah ataupun perkara baru yang tidak menyalahi syarak itu ialah perkara ini. Sahabat tidak ada yang mengingkari dan sebagainya, mereka menerima dengan baik. Tetapi zaman sekarang, kalau tidak angkat tangan dalam takbir sahaja ataupun perkara-perkara yang khilaf, itu menjadi sebab peperangan dan pergaduhan yang besar kerana kejahilan daripada hukum fiqh. والقاعدة العامة تقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. شو المشكلة يعني؟ Dan dalam kaedah mengatakan apa yang orang Islam itu memandang baik, maka di sisi Allah pun pandangannya baik. طالما لم تخالف نص شرعي.
selama mana tidak menyalahi nas yang jelas. أمر أخير أذكر به وانتبهوا، قضية لفظ الحرام بطل استعمالها، لأن كثيرا نطلق أشياء على حرام وليست بحرام، إنما حفظناها تقليدا وعادات وليس بنص شرعي. المحرم فيه نص، وما لم يكن به نص لا يستطيع إنسان أن يحرم. فبالاجتهاد ما في تحريم، لا، بينما التحليل والإباحة فيه بالاجتهاد، بس بالنص لا يمكن تحريم بالاجتهاد، إنما لابد من نص. فلا يصح نقول على شيء حرام إن لم يكن هناك به نص قرآن أو سنة. Saya mengatakan jangan mudah kita ini mengharamkan sesuatu. Apa sahaja nak diharamkan ni kata saya, padahal kaedah itu mengatakan benda itu kalau nak diharamkan mesti ada nas yang jelas untuk benda itu haram. Kalau tidak, kekal kepada benda itu tidak haram. Inilah kaedah yang diguna pakai. Maknanya tak ada ijtihad, pandai-pandai kita ijtihad benda itu haram selagi mana tidak ada nas yang menunjukkan ke arah itu. لذلك النص التحريمي أي شيء تحريم بده نص، ليس لذاته ما يقاس عليه أيضا بالنص، ليس من دون نص، لا تحريم دون نص. تفهم؟ Itu tidak ada pengharaman melainkan dengan nas, bukan dengan taklid saya kata tadi, dengan ikut budaya dan sebagainya, tetapi kena betul-betul ada nas yang mengharamkannya. لذلك علينا أن نحافظ على ألفاظنا ونحن نتكلم مع بعضنا بأحكام الله عز وجل. Itu kita kena jaga lafaz-lafaz yang kita gunakan, terutamanya dalam sesama kita. Takut kita salah menggunakan istilah-istilah yang menyalahi syarak, yang hukumnya tidak begitu. قل لا أرغب به لا أحبه، بس لا تقول لي حلال لا تقول لي حرام. الحرام ما حرمه الله ورسوله فقط. نقطة صفر. Kalau kita tak suka benda itu, cakap saya tak suka, saya tak senang dengan benda ini. Jangan cakap ini haram dan sebagainya selama mana tidak ada nas yang jelas mengharamkannya. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن بحرمة النبي وبسر الفاتحة. في أي سؤال؟ سؤال واحد ليس سؤالان. سؤالان. نعم تفضل. أي سؤال؟ سألوني قبل أن تفقدوني. كلنا مسافرين من هذه الدنيا. Saya kata semua orang akan musafir meninggalkan dunia ini. كلنا مسافرين. ما في سؤال؟ خلاص راجع لكم الأمر. هات نقرأ قصيدة ونختم. نعم عفوا ما انتبهت، سامحيني يا بنتي، تفضلي. ما سمعت، ارجع من الأول وعلي صوتك. How do we know that our wants or needs come from Allah? Macam kita nak keinginan itu adalah keinginan Allah atau keinginan kita? ما سمعت عن الصوت واضح. كيف نفرق بين إرادتنا وإرادة الله؟ صح. قبل كل شيء نفرق أولا من أنا، مخلوق أم خالق؟ سؤال تفضل. Jadi kita kena bezakan dulu, kita ni makhluk ataupun kita ini pencipta. Maksudnya kita bezakan hakikat diri kita dulu. هل جئت إلى الدنيا بمرادي أم بمراد الله؟ Jadi kita ni datang dengan keinginan Allah dalam dunia ni ataupun dengan keinginan sendiri. وعندما أخرج من الدنيا إليه أرجع إليه بمراده أم بمرادي؟ Nanti kita kembali kepada Allah dengan keinginan kita ataupun dengan keinginan Allah. فإذا ما بينهما في حياتي أعمالي تكون بمراده لحكمة يعلمها وأجهلها. Sebenarnya yang berlaku dalam antara hidup dan mati itu ialah semuanya keinginan Allah Subhanahu wa taala. وتقادير الله في العبد أما ابتلاء وأما رفع درجة عنده إن كان من أهل التوحيد والذوق والفهم عن الله. Sama ada takdir-takdir yang memberatkan kita itu
memberi sebab untuk kita dapat pahala ataupun meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. الصورة فعلي أو فعل غيري، وأما الحقيقة قدر الله في فعلي ومراد الله في فعلي. Jadi memang secara zahirnya perbuatan kita, keinginan kita, tetapi di sebaliknya itu semuanya ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. القاعدة تقول، وهذا قاعدة شرعية، لا حركة ولا سكون إلا بأمر الله تكون. فأين حركتنا إلا بمراد الله؟ Itu gerak kita dan sebagainya berlaku pun dengan Allah Subhanahu wa taala. إيش؟ تقديرا لا تكليفا. الحلال والحرام والصح والغلط تكليف، امتحان لنا. أما تقديرا ما كتب علينا مقدر لا يرده إلا القدر. Tapi dalam hukum taklif kita kena tengok perbuatan kita itu halal ataupun haram. Tapi di hakikat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan segala-galanya. Jadi kita tengok apa yang kita kena buat dan apa yang Allah yang buat. وسنضرب مثال ولله المثل الأعلى. اثنان يتخاصمان في الطريق، يتشاجران، دخل واحد بينهما يدفعهم عن بعضهم، ضربه واحد بالسكين فقتله. اللي جاي يصلحه قدر أن يموت بهذه الواسطة، هو ليس جزء منها، إنما قدر الله أن يموت بهذا. فإذا هو دخل بإرادته بالصورة، بس بحقيقة بقدر الله فيه أنه سينتهي حياته هكذا. Ada dua orang bergaduh, tiba-tiba terlibat satu orang itu datang dan membela dan terbunuh yang satu lagi. Memang surahnya ialah satu pembunuhan, tetapi hakikatnya sudah ajal yang Allah takdirkan orang itu nak mati. Maka syariatnya bagaimana lihat orang buat dan hakikatnya ialah daripada Allah. طيب أنا بدي أسألك سؤال الآن، أنا أسألك، تسمح لي أسألك؟ Jadi saya tanya soalan kepada Ha? tanya. مستعدة للجواب؟ Bersedia nak jawab? طيب أنت عندما تسألي سؤال أو تطلبي شيء بلسانك وفي ذهنك أمر آخر، كيف تجمع بينهما؟ Jadi mungkin apa yang kita tanya dengan lisan kita kata Syekh satu benda, tapi yang terfikir di fikiran kita itu satu benda lain. Macam mana nak himpunkan kedua-duanya? هل تعتبري هذا ذكاء ولا دهاء ولا إلهام؟ ماذا تسميه؟ Jadi apa yang kita namakan benda itu? Adakah ilham datang kepada kita ataupun kebijaksanaan yang ada dalam kepala kita? نحن إذا سألنا سؤال ووافقنا على الإجابة نعتبر أنه نحن قبلنا، لا، الله ملهمنا أن نقبل. Jadi kalau kita tanya soalan, kemudian kita terima jawapan yang diberi, nampak macam kita lah yang terima, tetapi sebenarnya di sebalik itu ada Allah yang memberi, hati kita terima dengan jawapan itu. والعكس تمام. لذلك ما من حركة ولا سكون إلا بأمر الله تكون. Begitu juga sebaliknya, kalau tak terima maknanya adalah takdir Allah di sebalik itu, dan apa yang berlaku tetap dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. لأن القاعدة الفقهية العقائدية أيضا عند الجميع المسلمين، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الأعمال مخلوقة فينا ليست من عندنا بأمر الله، فأعمالنا ليس بفعلنا، بقدر الله فينا. الحركة فينا ولكن القدر إلهي فينا. نعم. Jadi dalam kaedah akidah pun mengatakan perbuatan kita ini makhluk Allah pada kita. Allah yang ciptakan pada diri kita, walaupun kita berusaha, tapi usaha kita pun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang faham ilmu tauhid. واضح الجواب؟ الحمد لله. أي سؤال آخر؟ تفضل. Saya ada soalan Syekh berkenaan dengan mahabbah kan. Mahabbah kita dituntut untuk adakah kita masih lagi dituntut untuk bermahabbah dengan selain daripada Muslim. Katakan Afghanistan di dunia ni kan ada yang peperangan, pembunuhan. Jadi ada yang masih tak, yang bukan Muslim yang mengepung yang bukan Muslim lain yang membunuh orang Islam dan juga bukan Islam. Tapi adakah kita ni walaupun dalam keadaan yang
dunia yang penuh dengan perselisihan, kebencian. Kita lagi berkewajipan untuk menyebarkan mahabbah kepada mereka yang mungkin belum sampai sedar macam yang menyokong yang bersalah pada kami. Al-mahabbah ta'ummu ala man hum aduwwun lana wa yakun أصل المحبة خلق لا تميز بين عدو. المحبة هي أصلا حسن المعاملة وليس كلام وليس عاطفة. المحبة القلبية تترجم معاملة، وهذه تكون لكل الخلق على الإطلاق، وأكبر مثال عندنا الأنبياء والرسل. Saya mengatakan mahabbah itu, cinta itu ialah satu akhlak yang memang akhirnya ia akan terberi kepada semua secara umum, sebagaimana para nabi dan rasul. Mahabbahnya itu meliputi semua. ولكن هذا لا يمنع الدفاع عن حق الإنسان ونفسه. ليش المحبة استسلم حتى لإيذاء من الغير؟ لا، علينا نفصل بين الإيذاء الجسدي والنفسي وبين الإيذاء الخلقي. Tapi tidak menghalang kita untuk mempertahankan hak kita, melawan musuh dan sebagainya. Tapi maknanya mencintai itu tidak menghalang, menyebabkan kita membiarkan orang melakukan kesukaan kepada kita. الله أمرني أن أحافظ على نفسي وأدافع عن نفسي كجسدي، أما كالخلق فعلي أتحمل كي لا أنزل إلى مستوى أخلاق الباقين. Di dalam fizikal kita, Allah memang suruh kita pertahankan secara zahir apa yang Allah suruh kita jaga daripada apa yang disakiti oleh musuh, tetapi hati kita itu cerita lain. Kita boleh mencintai ataupun menyayangi dengan mendoakan kebaikan dan sebagainya, sehingga kita tidak turun ke darjah lebih sama rendah macam mereka, membenci sesama kita. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن حبش الذي قتل عمه في مكة خلقا مع أنه عنقه بيده فأسلم. لما بدلوا النبي بالأخلاق بدله بالإسلام. Itu Nabi SAW pun mudah memaafkan walaupun sedang bermusuhan, tapi sifat memaafkan itu ada kepada Nabi SAW, seperti memaafkan pembunuhnya Sayyidina Hamzah walaupun setelah memeluk Islam. ماذا نفهم من هذه الإشارة الفعلية من النبي وحبشة؟ أن النبي لم ينتصر لنفسه للدم للعراقة، انتصر للرسالة، فكانت النتيجة أن استسلم المكابر الذي قتل حمزة. Jadi kita, Nabi SAW tidak membela kepentingan dirinya, tetapi membela kepentingan agama dan apa yang disuruh oleh agama untuk dibela. Bukan tentang masalah peribadi. Jadi kata Syekh, cinta itu meliputi tetapi melihat kepada tuntutan agama, apa yang perlu kita pertahankan maka kita pertahankan. حبشة جاء إليه مستسلما ليقتل النبي لما فتحت مكة. جاء يستأذن يقول له اقتلني أنا قتلك، يعني لا عم تبحث عني اقتلني. قال له عفونا عنك فأسلم. Jadi pembunuh Hamzah itu datang untuk diserahkan dirinya dan dihukum bunuh kerana pernah membunuh pakciknya, tetapi Nabi memaafkan. Nabi mulia untuk memaafkan. في عرف الماديات والمصالح ماذا نقول نحن؟ محمد قاف لذلك ما قتل. بالعكس، هذه عين الأخلاق. القادر يوم يعفو عن قدرة خلاف من يعفو عن عجز. Jadi mungkin dalam bahasa materialistik sekarang, Nabi ni macam penakut lah, tak boleh nak bertindak balas kepada musuh-musuh dia, tetapi dalam akhlak sebenar itulah ketinggian, kerana boleh memaafkan, boleh berakhlak kepada orang yang tidak berakhlak kepada Nabi SAW. Maka itu adalah satu karakter yang sempurna. لأن تعفو عن أخ لك عنده مال وأنت قادر أن تأخذ المال من قلبه كرم خلق منك وليس عجز. Nabi SAW memaafkan bukan dalam keadaan lemah. Nabi memaafkan dalam keadaan Nabi boleh buat tindakan, kan? Nabi dah kuat dah ketika itu. Maka itu menunjukkan betul-betul sifat mulia yang ada dalam diri Nabi SAW. ما نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يبدأ أخيه بالسلام، يعني ابدأ بالمحبة، مش بالكراهية والعداء.
Karena itu Nabi SAW yang mengatakan sebaik-baik kalian yang memulakan dengan salam, yang memulakan dengan mahabbah, yang memulakan dengan keamanan, yang memulakan dengan kebaikan. تذكر الأخطاء لا يولد إلا الأحقاد. Kerana mengingati keburukan orang itu akan bawa kepada dendam, tidak akan bawa kepada kebaikan. ولكن الشعور بالمسامحة والكرام من الله عز وجل تولد المحبة. Tetapi hati yang damai dan sentiasa toleransi dengan orang itu akan bawa kepada kerehatan dan ada mahabbah dalam diri. وهذا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني لن تسروا الناس كلها بالمال اللي عندكم، بل تستطيع أن تستوعبوهم وتسروهم بأخلاقكم. Nabi SAW itu ingatkan kita bukan boleh tundukkan, sukakan semua orang dengan harta kita, tapi dengan akhlak kita semua orang boleh senang dengan kita. أنت إذا لقيت أخ لك لقيته تعمل في وجهه ولا تضحك؟ سؤال. إذا قابل أخ بيضحك ولا بيعبس بوجهه؟ Jadi kalau jumpa sesama kita, adakah kita akan melihatnya dengan wajah yang ceria ataupun dengan bermasam muka? ما الجواب؟ Apa jawapannya? ها؟ لماذا لم يتكلم؟ Apa سكت. jawapannya? خائف؟ Ya, dengan wajah ceria ataupun dengan bermasam muka. ها؟ إذا تبسم فروح بطعنكوا كمان، شو المشكلة؟ Dengan senyuman, kata Ibtisam. ولكن إذا قابلك بعبوس ستقابل بعوس وتدير وجهكم من بعض عداء والعياذ بالله. Kalau dengan senyuman akhirnya berlakulah kemesraan dan apa sahaja kebaikan, tetapi kalau dengan masa muka daripada awal maka akan panjang cerita lagi. ضربنا مثل السلام. الله رسول الله أمرنا أن إذا أو أي لقاء أن تبدأ بالسلام بالمحبة. Kerana itu disuruh kita untuk memulakan salam. Kerana itu pintu kepada kebaikan memulakan dengan salam. إذا لقيت إنسان أنت ما بتحبه وقلت له السلام عليكم، كيف تطلع السلام؟ غصبا عنك من ثم ما مرتاحة. Jadi kalau kita sudah mengucapkan salam, sudah tentulah tindakan kita lepas itu dalam bentuk kesejahteraan kepada orang itu. Kerana kita sudah memulakannya dengan salam dan orang lain akan membalaskannya dengan kesejahteraan juga. إذا ما غيرت الطريق رحت من طريق ثاني يعني هربت. Jadi kalau kita tidak memulakan dengan salam, akhirnya saling berlari ataupun saling melalui jalan lain-lain dan tidak akan ada kebaikan. آخر نصيحتي لكم خذوها، نحن أبناء دعوة إلى الله، لسنا أبناء تنظيم أو أبناء جماعات أو تحزبات، ننظر لكل المسلمين بكل مدارسهم بالمحبة. هذه مدرسة التصوف. الأسماء الطرق ليست أحزاب، كلهم من رسول الله آخذ ومنتسب، فلا شيخ اسم شيخ يهم ولا اسم طريق تهم، إنما ما يهم هو رضا الله عنا بأن نكون عبيدا له كما أمر الله ورسوله. فاجتمعوا مع الناس على هذا الأساس، إن الدين عند الله الإسلام، لا جماعة الشيخ فلان ولا الشيخ فلان ولا الشيخ يوسف ولا الشيخ علان، نحن نجتمع على محبة الله ورسوله، هذا طريق الله الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس رأس ماله إلا المحبة. نعم. Saya mengatakan kita ini anak-anak dakwah tasawuf, tidak bawa kepada pecah-pecah tahazzub, berpuak-puak walaupun ada nama, tetapi nama itu bukan suatu jenama untuk memecahkan, tetapi satu nisbah sahaja. Kerana mahabbah, kerana kita ini berinteraksi kepada semua, seperti semua itu adalah sebahagian daripada kita. Tidak ada kumpulan ini, kumpulan itu, tidak ada ini ikut syekh itu, ini ikut syekh ini. Semuanya ialah mengambil daripada Rasulullah SAW dan tidak ada usul yang boleh mengikat hakikat sifat inklusif itu, melainkan mahabbah tadi.
sifat kecintaan. عندما نلج القبر ستسألنا الملائكة هذه الأسئلة الأولى: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ أكثر من ذلك ما في أسئلة. فلماذا ننشغل بما لم نسأل عنه؟ Jadi difokuskan tentang apa yang Allah tanya ataupun malaikat tanya dalam kubur nanti. Siapa Tuhan kamu, siapakah Nabi kamu, dan apakah agama kamu. Tiga inilah kita bersatu dengan sesama kita. Islam itulah agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. ما في أسئلة بقى. خلاص؟ في أسئلة بعد ولا خلاص؟ خلاص؟ نقرأ قصة نختم إن شاء الله. لا استاذن. الله هاتوا. يلا نشوف هنا 20. 20. أنت في الحب دوائي. اللهم آمين. اجعل الحب حقا. بسم الله. أنت في الحب دوائي، أنت سقمي وشفائي، أنت في الحب دوائي، أنت سقمي وشفائي، أنت في القلب دمائي، أنت أرضي وسمائي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله يا مولاي، أنت في العشق هنائي، أنت نوري وضيائي، أنت في كون رضائي، أنت أمني ورجائي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يا مولاي، أنا أنت دني، أنت كاسي، أنت رايحاني وأنسي، أنت في ليلي يا بدر، أنت في الآفاق شمسي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يا مولاي، أنا كل ما فيك جميل، أنت في جهري وهمسي، اسقيني كأس المصفى، اسقيني تسليم قدسي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله يا مولاي، أنا إن نظرت أنت عيني، إن شربت أنت دمي،
أنت أشغالي وشغلي أنت أفراحي وحزني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا مولانا للهوى أوتر قلبي نظمت العشق فني للهوى أوتر قلبي نظمت العشق فني إن تكلمت بالنطق يا مالكي أنت أمني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 يا مولانا. قبل أن ندعو دعوة الختام لنصيحة لنفسي ولكم. هذه الدار دار الحسني دار لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي إنسان يأتي علينا أن نرحب به ونكرمه ونقوم بالواجب الذي يجب علينا وعلمنا إياه الإسلام. لم تبنى هذه الدار وتفتح من أجل أن تكون لأناس معينين دون غيرهم. لا نريد أن ندخل في متاهات التشرذمات والتمزقات. يكفي المسلمين ما فيه من بلاء، فلا نزيد البلاء بلاء أكبر. لذلك هذه الدار لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهبيت كل المسلمين. هذه وصيتي لكم إن شاء الله تعالى. Menyebut dar ini, rumah ini ialah rumah untuk semua yang mengucap la ilaha illallah, semua ahli tauhid. Ini berhak untuk dar ini, rumah ini, siapapun dia, dan kita memberikan sebaik-baik layanan kepada orang itu tanpa kita mengaitkan ini dar untuk individu tertentu dan sebagainya, dan kita buka kepada semua yang memerlukan untuk datang di sini, dan kita memadai perpecahan yang berlaku dalam umat Islam sehingga kita terus berpecah dan berpecah. Maka kita katakan ini dar ialah untuk semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah. علينا أن نستوعب كل المسلمين ذكورا وإناث كبار وصغار وأن نقوم بخدمتهم. هذا هو مفهوم الإسلام والدعوة إلى الله. Maka kita merangkumi semua umat Islam, dan itulah tugas kita, dan berkhidmat sebaik-baiknya kepada mereka semua dengan mahabbah. والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك على عذابنا قادر وارفق بنا بما جرت به المقادير. اللهم اجمع قلوبنا على ما يرضيك وحل بيننا وبين معاصيك. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وكل بقاع الأرض، وارفع عنا البلاء وعنهم يا رب العالمين. واحفظ هذه البلاد من الفتن ما ظهر منها وما بطن بحرمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا رب العالمين. أجب دعانا بكرمك يا مولانا ولا تقطع منه رجانا بحرمة النبي وبسر الفاتحة. إياك نعبد والحمد لله رب العالمين. خلصنا نحن أنتم البرمجة لكم. الله